شفت الاستاذ ده لما راح يطلع قسيم الجواز لبنته سالوه على ايه وما عرفش يرد. شوف كده. الله، كنت دلوقتي حالا في مصلحة الأحوال المدنية. قال إيه؟ رايح أطلع شهادة جواز لبنتي، قسيمة الجواز بتاعت بنتي. المهم الست بتسألني بتقول لي اسمك بنتك إيه؟ قلت لها كذا كذا. طب اسم جوز بنتها إيه؟ قلت لها ما أعرفش. نعم ما أعرفش. اسم جوز بنتك إيه يا عم؟ ما أعرفش. وقسما بالله العلي العظيم ما أعرف اسم جوز بنتي إيه. الناس كله عمال يستغرب، ما أعرفش جوز بنتي إيه. اسألوا القانون السداوي اللي ادى الحق للمطلقات ان تجوز البنات من غير علم الاب. الاب يدفع، وان ما دفعش يترمي في الحبس. الاب يتقاضى من قبل الابناء ويتحبس على ايديهم بتحريض من الامهات عشان خاطر المطلقه عايزه كده. المطلقه تروح تجوز البنت اللي هو مفروض في الشرع وفي الدين وليها الرسمي والشرعي هو الاب. احنا اتعلمنا كده في الازهر، انا اتعلمت كده في الازهر واتعلمت كده، واحنا بلدنا دخل فيها دين جديد. هم عارفين انهم لما يضربوا ولايه وقوامه الرجل على بيته المجتمع هينهار اخلاقيا، وده اللي حاصل حاليا. وللاسف الرجاله ما فيش حد بيدافع عنهم وعن حقوقهم، انما النسويات الفيمينيست العصريات ليهم كل الدعم اللامحدود من الخارج والداخل، وربنا ينجينا من مكروهم يا رب. ابعتها لهم.